بطوط العفوية اللي بقت ستايل. Stop. هكلمكم عن شخصية ضحكتنا وعصبتنا وفضلت شبهنا، وهي شخصية بطوط. بطوط ظهر سنة 1934 وكان مختلف من أول مرة، مش مثالي ومش هادي وبيتعصب بسرعة، بس كان حقيقي، بيغلط ويزعل ويقوم تاني. عشان كده ناس كتير حست انه قريب منها. بطوط اتعمل على ايد والت ديزني وبقى واحد من اعمدة ديزني، مش علشان شكله بس عشان شخصيته. لو بصيتي على بطوط هتلاقيه دايما بسيط في لبسه، تيشيرت، الوان واضحة، ولا اي تكلف. وده سره. بطوط مش بيحاول يبقى حاجة مش هو كده بيطلع حلو، زي التيشيرتات الحلوة واللي بتتلبس من غير ما تفكري. عشان كده تيشيرتات رودانيا ستايل اللي عليها شخصيات ديزني وبطوط تحديدا مش مجرد رسمة، دي تيشيرتات تنفع بيت، تنفع مشوار، تتحط على جاكيت، يتشال الجاكيت، تلبسيها لوحدها، تبقي زي بطوط، عفوية صريحة وموجودة في كل وقت. بطوط علمنا ان العفوية مش ضعف، وان الراحة جزء من الأناقة، وان مفيش لازم تكوني مثالية عشان تبقي ستايل. بعد ميكي وميمي ديزني قدمت بطوط علشان تقول لنا ان البساطة ممكن تبقى موضة وتفضل موضة. قوليلي بقى يا جميلة، تحبي ستايل بطوط ولا انت شخصية تانية من شخصيات ديزني؟ مستنية ردكم في الكومنتات وهرد عليكم كلكم، وعايزاكم تطلقوا لدماغكم الخيال. لو انت عايزة تبقي ديزني هتبقي انهي شخصية؟